تعالوا بقى اما اقولكوا على طريقة سهلة وبسيطة تقدري تشوي بيها الفراخ في الفرن وتطلع زي الجاهزة بالظبط. بتجيبي الفرخة بتاعتك بتقسميها من الظهر ورا زي ما انت شايفة كده نصين، وبعد كده بتعمليها بالسكينة بتفتحيها من عند الصدور ومن عند الوراك عشان تدخل فيها التتبيلة. بعد كده بتجيبي عندك 3 بصلات او يا اما بصلتين 2 كبار، بتضربيهم في الخلاط عندك او يا اما في الكبة بتوصليهم لدرجة العصير زي ما انت شايفاها كده. وبعد كده بتحطي معلقتين صلصة ومعلقة كبيرة كاتشب. واهم حاجة عندك في الفراخ بتاعتك القرنفل والحبهان، بتنقل معاكي الفراخ في حتة تانية خالص في طعم التتبيلة وطعم الفراخ نفسها. وبعد كده بتحطي كوباية زبادي، ودي مهمة عشان دي بتحافظ على الطراوة بتاعت الفراخ من جوه، بتساعد معاكي الفراخ انها تستوي بسرعة. وبتحطي ليمونة، وانا كان عندي كيس التوابل بتاع ويلز ده، بيفرق في الطعم وبيخلي الفراخ طعمها حلو جدا. بحطها على التتبيلة بتاعتي، وبحط معلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقتين 2 صغيرين ملح. بعد كده بتقلبي بقى التتبيله بتاعتك زي ما انت شايفه كده، وبتحطي في قلبيها الفرخه. لازما على قد ما تقدري تحطي الفراخ بتاعتك في قلب التتبيله. يعني انت لو معاكي وقت الفرخه بتاعتك لو طلعتيها من بالليل او جايباها من بالليل، حطيها في التتبيله دي تصبح تاني يوم اشتغلي بيها عشان تقدر تاخد طعم التتبيله بتاعتك. انما لو اشتغلت بيها على طول مش هتحسي بطعم التتبيله بتاعتها خالص، يعني مش هتحسي بطعم الفراخ فيها. فلازما حتى تسيبيه على الاقل لو انت هتشتغلي يومها، لازم تسيبيه على الاقل بتاع ساعتين 3 4، يعني تقومي الصبح كده تتبليها وتسيبيها في التلاجة تخلصي اللي وراكي، وبعد كده تعمليها تكون شربت معاكي من التتبيله وبقت طعمها حلو وانت بتعمليها. هنا انا جبت كيس حراري زي ما انت شايفه كده، فتحته ورحت حاطه في قلبيه الفرخه وحطيت وركي كمان. لو انت من الناس اللي بتخافي انك تستعملي الكيس الحراري عشان بتلزق فيه الاكل بتاعك وبتخافي لحسن الحاجه ما تستويش، لا ما تخافيش، الحاجه هتستوي هتبقى جميله. بتخرمي بس الكيس بالمنظر ده كده. لو انت جبتي كيس قبل كده وحطيتي فيه الفرخه والكيس لزق معاكي، بتعفريه بمعلقه دقيق وبس كده، وهتاكلي احلى فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير اي مجهود خالص. عايزة اقولك كانت دايبة دايبة كده دوبان. والله العظيم يا بنات كان طعمها جميل جدا. هي بالظبط اخدت معايا في الفرن ساعة، يعني الفرخة ال2 كيلو دي قعدت معايا بالظبط ساعة في الفرن. مش عايزة اقولك على جمالها بقى وعلى حلاوتها. اتمنى انك تجربيها وتقوليلي طعمها ازاي.